بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أحلى بوريك بالعجوة. العجوة طبعا ولادنا مش بيحبوها، فلازم نعملها في أكلة في حاجة يحبوها يعني. معانا مجادير وكوبايتين دقيق، ومعانا بيضة ونص كوباية رايب أو لبن، ومعلقتين سكر ومعلقتين سمسم ومعلقة خميرة كبيرة وذرة ملح. وزي ما احنا شايفين كده حطينا كل المقادير على بعضها. حطينا السمسم والخميرة والملح وضفنا البضاية والرايب. وهنحتاج طبعا مية، لان هي العجينة كده ما تلمتش معانا. المية ما نقدرش نحدد مقدارها لان بتختلف من دقيق لدقيق، فاحنا بنبدأ دايما بنحضر نص كوباية مية. بنضيف بالتدريج زي ما احنا شايفين كده، نلم الدقيق بيها. مش بنحتاج اكتر من نص كوباية مية، يعني بالنسبة لي انا استخدمت نص كوباية مية. بلم كده الدقيق خالص، وبعد كده بطلع العجينة. دايما بحب اعجنها او اخلص العجينة كويس على الرخام عشان انا اعمل عرق للعجينة. بتتعجن كويس خالص وبتبقى ناعمة كده وكل حاجة. ادي باجي نص كوباية المية ضفته وبعجنها كويس. باخد ودي فيها كده شوية لحد ما بتخلص من ايدي يعني. وابدأ بعد كده اضيف السمنة او الزبدة، معلقتين السمنة او الزبدة بالتدريج. زي ما انا عملت في المية. اضيف كده. انا طبعا ما حطيتش كيس الفانيليا، فمش اشكال برضو بنضيفه على العجينة وبنعجن كده كده. احنا بندي كفاية للعجينة يعني حجها. ضفنا مقدار من الزبدة او السمنة وبنعجنه خالص، نشربه خالص، وبنضيف بعد كده كمية تاني برضو بنعجنها كويس ونشربها. هنحس العجينة بتلين شوية كده، يبقى ملمسها عندي ناعم كده وطري. مش يابس. يعني سهل تشكيله في ايدي، ناعمة خالص كده وطرية. ولا طرية خالص ولا ناشفة خالص. بحيث ان انا يعني بعد ما بتختمر بنعمل حساب ان هو العجينة بتبقى اكثر ليونة شوية، يعني بتبقى اطرى كمان. فانا بس بحاول اشربها كمية السمنة اللي انا محضراها، اللي هي معلقتين سمنة. بدهم لها كاملين كده، ما بسيبش الا حاجة بسيطة اللي في الاخر بنهي بيها العجينة. وبحطها مثلا في الطبق وبدهن وش العجينة زي ما احنا كده شايفين. يعني انتهينا خالص منها وخلصانة ايدينا خالص. عجينة زي الملبن، طرية جدا وحلوة كده. بنجيب الطبق، بنحط باقي حتة سمنة صغيرة كده فيها، وبنحط العجينة وندهن وشها برضو ونغطيها ونحطها في مكان دافي لمدة نص ساعة ساعة لحد ما تختمر، عشان الجو برد الايام دي الحاجات دي بتاخد وقت في الخمور. وادي هنا عندي انا العجينة خمرت. انا دايما بعمل مقادير صغيرة عشان يعني الواحد اي حد نفسه يتعلم يعمل اي حاجة يعمل في مقدار صغير عشان ما يعني بوظش اي حاجة كتير. ادي معايا العجوة، وانا بقطعها قطع صغيرة كده في حجم الاكبر، يعني في حجم البضاية كده. وابدأ اعملها على شكل دايرة، واحط العجوة والم الطرفين كده بتوعها زي ما احنا شكلين زي البيضاوي كده بيبقى شكلها، يعني بنشكلها كده براحتنا الشكل اللي يعجبنا ويريحنا يعني. المهم بنحط العجوة كده، والعجوة طبعا بنكون حاطلها معلقة زبدة او سمنة، وحاطلها معلقتين سمسم، وحاطلها نص معلقة قرفة، لان القرفة بتدي طعم جميل مع العجوة بتاعت البلح. وابدأ احشي بيها المخبوزات زي ما احنا شايفين كده، وبنشكلها وبنحطها في الصينية وبنسيبها لحد ما تختمر. يعني زي ما شايفين شكلها كده اهو، بنسيبها لحد ما تختمر وتاخد راحتها في الخمور. بعد كده بدهن وشها بلبن زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بحطها في الفرن على حرارة 180 درجة. ما بتاخدش وقت في السوا، يعني بتاخد نص ساعة في الفرن.
يعني بحيث انك انت عارفة يعني فرنك وبتتعاملي مع فرنك ازاي، زي ما احنا شايفين شكلها اهو. العجوة من جوه ايه، في يعني كميتها تحسي ان مش عجينة، لا بتقطمي القطعة مليانة، بتقطمي القطعة كده بتحسي بطعم العجوة وجمال العجوة كده ببقك يعني. ما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا ومامتها عشان تشوفوا مننا كل جديد. سلام.